ورحمة الله وبركاته. دي شقة دور رابع، أسانسير شغال، 5 أفراد مرتاح، الشقة فيها عداد كهرباء وعداد مية خاص بالشقة، والغاز طبعا على التوصيل، فيها باب حديد اهوت، السلم طبعا كله رخام، برج ما شاء الله برج ممتاز جدا. الشقة مساحتها 140 متر، شقة على الطوبة، شايفين فيها ريسبشن 3 قطع ما شاء الله عليها. شقة تاني نمرة من شارع عزبة المكنة، شارع الطابية. ده كده معانا الريسبشن ما شاء الله على الشارع، في بلكونة، الريسبشن معانا 3 قطع 4 قطع مرتاح اهوت. احنا شايفين كده الريسبشن ما شاء الله عليه. طرق التوزيع فيها 3 أوض ومطبخ وحمام. وهنا عندنا الريسبشن، أول بلكونة معانا طبعا على الشارع، الشارع عرضه 8 متر. الريسبشن ما شاء الله عليه كده 4 قطع اهوت مرتاح. هنا طرق التوزيع فيها 3 أوض والمطبخ والحمام، وفي بلكونة برضه تانية كده. عندنا أول غرفة معانا اهيت على الشارع، الأوض ما شاء الله عليها، الأوض كلها 5 في 4 اهيت زي ما احنا شايفين، كل الأوض على الشارع، مفيش حاجة على مناور خالص، شقة ناصية كده. عندنا الأوضة التانية برضه على الشارع، برضه الشقة مفيش حاجة طبعا على منور خالص، كل الأوض طبعا على الشارع. الشقة قريبة طبعا لمدرسة المنار، وقريبة طبعا لشارع التين، وكومباوند على أول الشارع فيه كومباوند طبعا. هنا عندنا ده طبعا الحمام، مساحته كويسة جدا. وهنا عندنا طبعا المطبخ اهوت برضه ما شاء الله عليه، شيل جميع الأجهزة معانا مرتاحة كده. عندنا شفنا أول أوضة والأوضة التانية، ودي طبعا الأوضة التالتة برضه على الشارع، فيها بلكونة. الأوض كلها ما شاء الله عليها زي ما احنا شايفين كده، الأوض 5 في 6. دي الأوضة دي 5 في 6 على الشارع، طبعا في بلكونة وشباك على الشارع، شقة مشمسة طبعا، دور رابع مميز. الشارع طبعا مستفلت انترلوك. دي هنا البلكونة التانية طبعا على الشارع زي ما احنا شايفين كده. شقة بتشوف الشارع العمومي، طبعا العمومي هو في وشنا، تاني برج من الشارع العمومي، حوالين منها برضو خدمات، والشارع طبعا مستفلت انترلوك طبعا شايفين كده. شايف اللي في وش منها طبعا ده كومباوند، وش الكومباوند طبعا الشقة دور رابع، اسانسير 5 أفراد، عداد كهرباء وعداد مية خاص بالشقة، والبرج 14 دور. ربنا يبارك لصاحب النصيب ان شاء الله. يوجد تسلسل ملكية وحصة في الارض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.